السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي ألوان أريج. أنا راح اليوم أعمل لكم طريقة عمل عجينة الفلافل. المكونات عندي راح أحتاج بصلة متوسطة مقطعة، ضرسين توم، معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، معلقة كبيرة ممسوحة كمون، رشة فلفل أسود، رشة قرفة، نص ضمة بقدونس مقطعة، ومعلقة ونص كزبر حب، ومعلقة كبيرة ملح. وممكن نضيف كمان الشطة المبروشة أو المطحونة. نص كيلو حمص منقوع. راح أجيب الفرامة هذه اللي زي ما انتم شايفينها، أو يعني الفرامة تبعت اللحمة بتنفع لفرم الفلافل برضو. هنضيف الحمص ونضيف البقدونس والبصل ونضيف الثوم. راح أضيف رشة مية وأقفل الخلاطة وأخلط. راح أفرم كل الحمص والبقدونس والبصل بالشكل هذا لعند لما أخلص التنين. راح تصير عندي العجينة بالشكل هذا. إذا كانت أخشن شوية راح أضيف شوية مية وراح أخلط بالخلاط. هلا هذه هي العجينة. راح أضيف عليها الكمون وبيكربونات الصوديوم، وراح أضيف رشة القرفة ورشة الفلفل الأسود، وراح أخلط المكونات مع العجينة. هيك أنا خلطت المكونات. راح أضيف هلا الملح والكزبرة الحب وأخلطهم مع العجينة. هيك أنا عندي العجينة جاهزة. ممكن أنا هيك لما أقلي الفلافل أستخدم المعلقة وأمسح الفلافل فيها وأحطها بالقلاية، أحط الفلافل بالقلاية، أو أستخدم اللي هو قالب الفلافل بيبيعوه في المحلات. راح أحط فيه فلافل وراح أمسحه بالمعلقة وراح أحط الفلافل في القلاية. بس لازم أخلي الزيت يكون حامي جدا جدا على درجة حرارة عالية، وبعدين أقلي الفلافل، ويكون عندي الزيت يعني أكتر زيت عشان يعني الفلافل ما يلزق في المقلاية.
وراح أقلي الكمية كلها، وألف صحة وهنا. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. إذا يعني عجبتك الوصفة اضغط لايك واضغط سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.